ثلاثة ديال المصطلحات فاهمينهم حنا المغاربة غلط. الأغلبية خصوصا الشباب ديال اليوم الأغلبية فاهمهم غلط. الأولى هي الصبر حنا فاهمينو غلط. كاين اللي كيصحاب ليه الصبر، ملي كتقول الصبر كيصحاب ليه كتقول ليه لا بقى ناعس، بقى راقد، بقى في بلاصتك ما دير والو وصبر، ولا صبر للدل، ولا صبر لشي حاجة ما بغيتيهاش. الصبر شنو هو الصبر؟ بحال دابا انت كدير شي تجارة، ولا بحال دابا انت كتقرا، خصك تصبر وتراجع الدروس ديالك. تصبر هذاك انت دابا راه باغي تمشي تلعب كرة، باغي تمشي تشد التليفون، ولكن كتصبر على هذاك الحب ديال التليفون، على هذيك الشهوة ديال التليفون، كتصبر عليها باش كتشد الكتوبة ديالك تقراهم. كتصبر في محلك، فهمتي؟ ما كتخرج ما والو، كتصبر كتبقى واقف في المحل ديالك باش كدوز فيه النهار ديالك كامل باش تصور شي شويه. كتصبر مثلا كتزير راسك باش ما كتفرج في الافلام الاباحيه، ما كتدخلش لهذوك الجروبات المبراشين، ديرش العاده السريه باش كتولي عندك الصحه ديالك مزيان. كتصبر ما كتاكلش الاكلات، الماكله ديال الزنقه، ما كتاكلش هذوك السكريات بزاف وداك الشيء الهايب باش ما كتضرش صحتك. كتصبر بهذيك النشوه باش تحيد الكار. كتصبر كتحيد شي حاجه كتصبر فيها لصالحك، واني من مور الصبر شتي الحاجه الا ما كنتيش حابسها من موراها غتكون عندك واحد الفائده. راه ماشي الصبر هذاك هو الصبر الحقيقي. كتصبر على واحد الحاجه من موراها كتربح شي حاجه، ماشي مثلا كتصبر على الدل شي خدمه كاع ما مسلكاك، مثلا شي خدمه ما مسلكاكش كتصبر عليها. شي صاحبك ما عيان، فهمتي؟ صديق سوء وكذا وكتصبر عليه، هذاك ماشي صبر، هذاك كيأذي. كاين شي حاجه ما سميتوش هذاك الصبر، شي حاجه كتقبلها هكاك كتأذيك، هذاك ماشي صبر. شي محل مثلا، شي تجاره ولا شي سلعه درتيها ما خداماش ليك، فهمتي؟ وكتقبلها هاد العام والعام الجاي كتخرج على راسك. شي حي ما مسلككش، هذاك ماشي الصبر. هذاك هو المصطلح الاول اللي قلنا فهموه المغاربه غلط، وكنتمنى يصحوا بنادم، يفهموا بنادم بالطريقه الصحيحه ديالو، راه هي هذيك. والمصطلح الثاني هو القناعه تقريبا بحال الصبر. القناعه كاين اللي بحال دابا شي واحد كتلقى خدام مثلا جوج خدامي، ولا خدام موظف بالنهار كتكون عنده شي وقيته وكيمشي كيبيع ويشري، كيزيد شي تجاره، كيقولوا ليه الناس ما فيهش القناعه لا، راه خصك تقتنع بداك الشيء اللي عطاك الله. تجري في الدنيا، تسعى في الدنيا، ربي قال لك سعى في الدنيا وانتشروا في الدنيا، قلب على رزقك، فهمتي؟ باش ما لقيت بالجهد ديالك ضربوا في الدنيا، فهمتي؟ ولكن خصك داكشي بحال دابا خدمتي نهار كامل، داكشي اللي جاب لك الله خصك تقتنع به، فهمتي؟ خصك تفرح به. هذيك هي القناعة. ماشي القناعة هي صافي انا خدام مثلا مشيت خدمت ب70 درهم وعندي وقت خاوي فين نزيد شي حاجة اخرى، ما خصنيش نخدم خدمة تانية باش تما عندي القناعة، باش تما مقتنع. القناعة لا، راه ماشي هي هذيك. القناعة هي تسعى في الدنيا، خدمة وبيع وشري وجري وفيق مع الصباح وسهر، ما تعداش على راسك، وفي نفس الوقت ما ترخاش، ما توليش غير مرخي. مثلا نقول نكون كتخلصها ب70 درهم، باقي عندي العشية فين ندير شي تجارة واحدة أخرى وما غنديرهاش باش نتسمى راه عندي القناعة. ثالث مصطلح، المصطلح الثالث هو الحمد لله. كاين اللي كيقول الحمد لله، مثلا تقول له شي حاجه كيقول الحمد لله وكيبكي، والحمد لله كيقولها بفمو. لا، الحمد لله خصك تحمد الله على داكشي اللي عطاك وتكون فرحان. الا حمدتي الله راه خصك تحمدو من قلبك. مثلا تصادفتي وقعت لك شي حاجه تقول اللهم لك الحمد لله ربي، تقتنع من الداخل ديالك، تحمد الله من الداخل ديالك، وتعرف باللي راه هذيك الحاجه راه مهما كتبها لك الله الا هو فيها الخير. ماشي تقول الحمد لله تبقى مغوبش، لا، الحمد لله وتفرح وتعرف
ثق بلي الله، بلي راه مهما دارلك راه فيها الخير، وراه ربي فعلا ما كيدير حتى شي خير. والله الا انا داكشي اللي وصلت ليه. وقعت مؤخرا، انا مؤخرا ولاو كيوقعوا ليا اللي كيوقعوا ليا بزاف فعلا. بنادم ضعيف كيتاثر وشي حاجه، ولكن كتفوض الامر ديالك الله. ملي كتفوض الامر ديالك الله وكتخوي دماغك، كتبقاش هذاك ستريس، وكتبقى حيت الا بقيتي كتفكر في المشكله كترون كتجيبها في صحتك. لا بالعكس، ما خصكش تفكر في المشكله، خصك تفكر في الحل ديال المشكله. الدماغ راه غير شويه، الدماغ بحال قلتي الميموار ديال التليفون. الا عمرتيه بهداك بالافكار السلبيه والتفكير الزائد راه كترون، ما يبقاش لك فين دير الحل. بالعكس، خصك تخوي من هذوك الافكار الزائده والمشاكل، وتقلب على الحلول. تخليه يقلب على الحلول، تعطيه الراحه. فهمتي؟ بحال الطوموبيله، الا سقتي الطوموبيله وسقتيها مستريسي، ما عطيتيهاش الفيتاس ديالها، الطريق فين غادي دير الدوزيام ديرها، فين غادي دير الدروازيام ديرها، باش يرتاح الموتور. هذاك هو الدماغ حتى هو، خصك تخليه يرتاح، تعرف كيفاش تمشيه باش يفكر لك ويلقى لك الحلول. حيت راه احسن راس المال هو العقل. احسن راس المال عند الانسان هي الاعضاء كلهم مزيان، ولكن اللي غادي تمشي به الحياه هو العقل. الا عرفتي كيفاش تفكر راه غادي تحل الامور ديالك مزيان. الا عشرتي ناس ايجابيين، وكتفرج فيديوهات ايجابيين، وكتجلس مع ناس ايجابيين، وكتفكر بطريقه ايجابيه، وعندك حسن الظن بالله، راه غادي تحل جميع المشاكل. والله يسهل على الجميع، الله يفرجيها على الجميع. ما فعلا كيكونوا بعض ما كنسميوهمش المشاكل. شتي الدنيا كاع ما يسميهم بنادم المشاكل الا بغيتي دير فيهم راسك نتا. المشاكل هي بحال دابا الاجرام، بحال كتعاشر مع منواله، انت كتمشي كدير راسك في المشاكل. اما هذاك الشيء اللي بحال دابا وقفتي في الخدمه، ولا وقع لك شي ازمه ماليه ولا شي حاجه، كتسمى تحديات. حيت الحياه بحال شي لعبه، الا ما عندكش تحديات راه ممله. بحال تخيل دابا شي لعبه، اللي شارجيتي شي لعبه بحال دابا الناس اللي كيلعبوا الالعاب، ولا كنا لعبنا الالعاب في الصغر، كان فيها غير ستاج واحد، كيكونش فيه ستاج الثاني وستاج الثالث وستاج الرابع، كتكون ممله. خصك تكتشف، راه بحال هكاك الدنيا خصك تلعبها بحال شي لعبه. ويسهل على الجميع.